اهلا بيكم تاني في سيك لينك. انا سيف لاشين وده الفيديو الرابع من سلسله من الصفر للاحتراف لتعليم السايبر سيكيورتي. النهارده هندخل في قلب الامن السيبراني وهنكشف الستار عن المبادئ الاساسيه اللي بيتبني عليها كل نظام حمايه. هنعرف يعني ايه سريه بياناتك وازاي تحافظ عليها، كمان يعني ايه تكامليه بياناتك وازاي تتاكد ان محدش لاعب فيها، ويعني ايه توافريه بياناتك وازاي تضمن انها دايما في متناول ايدك لما تحتاجها. الفيديو ده مش مجرد شرح نظري، ده هيكون رحلة عملية هتغير طريقة تفكيرك في حماية كل حاجة رقمية تخصك. جهز نفسك لأن الرحلة هتبقى مليانة معلومات قيمة وقصص هتخليك ما تنساش ولا كلمة. هنتكلم النهاردة عن ثلاثية CIA: ال Confidentiality وال Integrity وال Availability بالتفصيل الممل، وهنضيف عليها مفاهيم تانية مهمة زي عدم التنصل والمصادقة والترخيص، وكل مبدأ من دول هنشرحه بالتفصيل مع أمثلة حقيقية وقصص حصلت بجد ونصايح عملية عشان تحمي نفسك. ما تفوتش ولا ثانية، ويلا بينا بعد الانترو. يلا بينا نبدأ بأول ضلع في مثلثنا السحري وهو السرية، الكونفيدنشياليتي. تخيل كده ان حياتك كلها عبارة عن صندوق اسود محدش يقدر يفتحه غيرك، ودي هي السرية. هي ببساطة انك تضمن ان بياناتك الحساسة واسرارك وكمان معلوماتك الشخصية ما توصلش لأي حد مش مسموح له ان هو يشوفها، يعني محدش يقدر يتجسس عليه. ببساطة شديدة السرية دي هي زي ما تكون بتهمس بسر في ودن صاحبك وعايزه يفضل سر بينكم في عالمنا الرقمي. السرية معناها إن معلوماتك الشخصية، صورك ورسايلك وبياناتك البنكية وأسرار شركتك تفضل سر بينك وبين اللي مسموح له إنه يشوفها بس. أي حد تاني يحاول يوصلها يبقى ده اسمه اختراق للسرية. طب ليه السرية مهمة أوي كده؟ أول حاجة عشان حمايته الخصوصية، لأن كل واحد فينا ليه حياته خاصة ومعلوماته اللي مش عايز أي حد يعرفها، فالسرية بتحمي خصوصيتك من المتطفلين وكمان منع الاحتيال. لو بياناتك البنكية أو أرقام الفيزا بتاعتك اتسربت ممكن تتعرض لعمليات احتيال وكمان سرقة فلوسك. تالت حاجة وهي حماية سمعة الشركات اللي بيانات عملائها بتتسرق بتخسر ثقة عملائها وسمعتها بتتدمر وممكن كمان تخسر ملايين من الدولارات. طبعا رابع حاجة وهي الامتثال للقانون. في قوانين كتير بتلزم الشركات انها تحافظ على سرية بيانات عملائها زي GDPR في اوروبا و HIPAA في امريكا. طب ازاي بنحقق السرية؟ اول حاجة عن طريق التشفير، وده اهم اداة لتحقيق السرية. التشفير ده زي ما تكون بتكتب رسالة بلغة سرية محدش يفهمها غير اللي معاه مفتاح فك الشفرة دي. يعني لو حد قدر يوصل لبياناتك المشفرة مش هيقدر يفهم منها اي حاجة. وبنستخدم التشفير ده في كل حاجة، في رسائل الواتساب، في معاملات البنوك، وحتى لما بتفتح موقع وهو عن طريق البروتوكول بتاع ال HTTPS. خلينا نديك مثال عملي عشان تفهم برضو بشكل أوضح. لما بتدخل على موقع البنك بتاعك بتلاقي علامة القفل الأخضر في شريط العنوان، وده معناه إن الاتصال بينك وبين البنك متشفر، يعني محدش يقدر يتجسس على بياناتك وهي رايحة وجاية على الموقع ده، ولو حد حاول هيشوف كلام مش مفهوم. فاكرين ازاي الحكومات كانت بتحاول تجبر شركات زي ابل انها تفتح هواتف المشتبه فيهم؟ ابل طبعا كانت بترفض عشان تحافظ على سرية بيانات المستخدمين، وده بيوريك قد ايه التشفير ده قوي ومهم جدا لحماية خصوصيتنا. تاني حاجة وهي التحكم في الوصول، الاكسس كنترول. مين مسموح له يشوف ايه؟ دي الفكرة ان مش كل الناس مسموح لها تشوف كل البيانات، زي ما يكون عندك مكتبة كبيرة مش كل الناس مسموح ليها تدخل غرفة الارشيف السري. بنستخدم كلمات السر والبصمة والتعرف على الوجه والصلاحيات عشان نحدد مين يقدر يوصل لايه. مثال عملي، في اي شركة مش كل الموظفين مسموح ليهم مثلا وليكن ان هم يشوفوا رواتب الموظفين التانيين، كل واحد ليه صلاحيات معينة على حسب وظيفته، وده بيضمن ان البيانات الحساسة ما توصلش لاي حد مش من حقه ان هو يشوفها. طبعا تالت حاجة وهي اخفاء البيانات. ساعات بنحتاج نستخدم بيانات حقيقية في بيئة اختبار بس مش عايزين البيانات الحقيقية دي تتسرب، فبنعمل لها اخفاء او تغيير عشان تبان كأنها حقيقية بس مش هي، زي ما تكون بتغير وشك عشان محدش يعرفك. طبعا اخر حاجة وهي الوعي الامني. اهم حاجة لو عندك اقوى انظمة حماية في العالم بس الموظفين مش واعيين ممكن يقعوا ضحية لهجمة فيشنج ويسربوا البيانات بنفسهم. تدريب الناس على ازاي يحموا بياناتهم وازاي يتعرفوا على التهديدات ده جزء اساسي من السرية. طب ازاي تقدر تحافظ على سرية بياناتك؟ اول حاجة هي انك تستخدم كلمات سر قوية وكمان مختلفة. لكل حساب يكون ليه باسورد مختلف ويكون طويل ومعقد زي حروف كبيرة وصغيرة وكمان ارقام ورموز. طبعا تاني حاجة وهي انك تفعل التحقق بخطوتين اللي هي التو فاكتور، دي طبقة حماية اضافية مهمة جدا لكل حساباتك الحساسة. تالت حاجة وهي انك تشفر جهازك وكمان ملفاتك،
تستخدم برامج تشفير عشان تشفر الهارد ديسك بتاعك او الملفات الحساسه اللي عندك. رابع حاجه وهي انك تخلي بالك من اللي انت بتشاركه، ما تشاركش معلوماتك الشخصيه او الحساسه على السوشيال ميديا او على اي حد ما تعرفوش. ما تفتحش اي لينكات مشبوهه، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان رسائل الفيشنج هي بوابه الهاكرز لسرقه بياناتك. وكمان انك تحدث برامجك اول باول، لان التحديثات بتسد الثغرات اللي ممكن يستغلها الهاكرز عشان يوصلوا لبياناتك. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نحافظ على اسرارنا ونخليها سريه، جه الوقت نتكلم عن الضلع التاني في مثلثنا السحري وهو التكامليه او الانتجريتي. تخيل كده ان عندك وصفه سريه لاكله معينه، الوصفه دي لو حد غير فيها مكون واحد بس الاكله كلها هتطلع بايظه. دي هي التكامليه، هي ببساطه انك تضمن ان بياناتك سليمه وكامله ومحدش قدر يغير فيها او يتلاعب بيها من غير اذنك، يعني محدش يزور في بياناتك. التكامليه دي زي ما تكون بتسلم جواب مهم جدا وعايز تتاكد ان الجواب ده وصل بالظبط زي ما انت ما كتبته، محدش فتح الظرف، محدش غير كلمه فيه، ومحدش شال منه ورقه او حتى ضاف ورقه. في عالمنا الرقمي التكامليه معناها ان معلوماتك سواء كانت مستندات او صور او اكواد برمجيه او حتى سجلات بنكيه ما تكونش اتعدلت او اتدمرت او اتغيرت باي شكل من الاشكال من ساعه ما اتنشأت لحد ما وصلت لك. لو حصل اي تغيير ده معناه ان في مشكله في التكامليه. طب ليه التكامليه مهمه قوي كده؟ اول حاجه وهي المصداقيه والثقه. لو البيانات مش سليمه محدش هيثق فيها. تخيل انك بتعتمد على تقرير مالي وتكتشف ان الارقام اللي فيه متغيره، طبعا الثقه هتضيع تماما. تاني حاجه وهي القرارات الصحيحه. الشركات والناس بتاخد قرارات بناء على البيانات، لو البيانات دي طبعا مش سليمه القرارات هتكون غلط وده نتج عنه كوارث ضخمه. تالت حاجه وهي العداله والقانون. في القضايا الجنائيه تكامليه الادله الرقميه اللي هي الديجيتال فورنزكس بتكون حاسمه جدا، لو الادله اتلعب فيها القضيه كلها ممكن تضيع. رابع حاجه وهي سلامه الانظمه. لو اكواد البرامج او انظمه التشغيل اتلعب فيها ممكن النظام كله ينهار او يتصرف بشكل غير متوقع، وده ممكن يفتح ابواب للهاكر. طب ازاي بنحقق التكامليه؟ اول طريقه وهي عن طريق التجزئه او الهاشنج. دي بقى بتكون طريقه سحريه عشان نتاكد ان الملف سليم ومحدش غير فيه اي حاجه. تخيل انك بتدي لكل ملف بصمه رقميه فريده من نوعها، البصمه دي اسمها هاش، لو حرف واحد بس اتغير في الملف البصمه دي بتتغير تماما. فلو بعتلك ملف وبعتلك معاه البصمه بتاعته تقدر تعمل بصمه للملف اللي وصل لك وتقارنها بالبصمه اللي انا بعتها، لو الاتنين زي بعض يبقى الملف سليم ومحدش لعب فيه، طب لو مختلفين يبقى طبعا في مشكله. تخيل كده ان انت لما بتنزل برنامج من الانترنت ساعات الموقع الرسمي بينزل لك معاه رقم الهاش بتاعه زي بالظبط MD5. بعد ما بتنزل البرنامج بتستخدم اداه بسيطه جدا عشان تحسب الهاش بتاع الملف اللي انت نزلته وتقارنه بالرقم اللي الموقع مديهولك. لو الرقمين زي بعض يبقى كده البرنامج سليم ومحدش زارع فيه اي حاجه، طب لو مختلف يبقى ما تسطبش البرنامج ده لان اكيد عليه فيروس. تاني حاجه وهي التوقيعات الرقميه اللي هي الديجيتال سيجنتشرز، ودي بالظبط زي التوقيع بتاعك على ورقه مهمه بس دي بقى بتكون رقميه. هي بتضمن لك حاجتين، اول حاجه ان الملف ده جاي من الشخص اللي بيقول ان هو بعته، ان ما حصلش عدم تنصل. تاني حاجه وهي ان الملف ده محدش غير فيه من ساعه ما الشخص ده وقعه لحد ما جالك، ودي بتستخدم كتير جدا في تحديثات البرامج عشان تتاكد ان التحديث ده جاي من الشركه الاصليه ومحدش لعب فيه. خلينا ناخد مثال عملي عشان نقرب الفكره بشكل اكبر. لما بتنزل تحديث للويندوز عندك مايكروسوفت بتكون موقعه التحديث ده رقميا، فجهازك بيتحقق من التوقيع ده. لو التوقيع سليم بيسمح بالتحديث، طب لو التوقيع مش سليم بيعرف ان التحديث ده مزيف وممكن يكون فيه فيروسات فطبعا بيرفضه. تالت حاجة وهي التحكم في الوصول، الاكسس كنترول. زي ما قلنا في السرية ان التحكم في الوصول مهم جدا، هنا كمان لو مسموح لاي حد يعدل في اي ملف يبقى التكاملية هتكون في خطر. لازم نحدد مين اللي مسموح له يعدل في الملفات ومين اللي مسموح له انه يشوفها بس. بعد كده كمان يجي دور النسخ الاحتياطية اللي هي الباك ابس. لو حصل اي مشكلة والبيانات اتلعب فيها او حتى اتدمرت لازم يكون عندك نسخة احتياطية سليمة تقدر ترجع لها. النسخ الاحتياطية دي بيكون خط الدفاع الاخير للتكاملية. اخر حاجه وهي سجلات التدقيق، دي بالظبط بتكون زي دفتر اليوميه اللي بتسجل فيه كل حاجه بتحصل، مين دخل ودخل على ايه ومين عدل ايه وعدله امتى. ده بيساعدنا نكتشف لو في اي تغيير غير مصرح بيه حصل وكمان نعرف مين اللي عمله. خلينا ناخد قصه واقعيه حصلت بالفعل سنه 2020 عشان نعرف ايه اخطر حاجه ممكن توصل من خلال ان انت تفقد التكامليه. في هجمه حصلت سنه 2020 ودي كانت واحده من اخطر الهجمات في التاريخ. الهاكرز قدروا يخترقوا أنظمة شركة سولار ويندز، ودي شركة بتعمل برامج لإدارة الشبكات.
قدروا يغيروا في الكود بتاع برنامج الشركة دي ويزرعوا فيه كود خبيث. لما الشركات بقى اللي بتستخدم البرنامج ده نزلت التحديث الجديد، نزل معاها الكود الخبيث اللي هم حطوه، وده أثر على آلاف الشركات وكمان على الحكومات حول العالم بما فيهم وكالات حكومية أمريكية. الهاكرز هنا قدروا يخترقوا التكاملية بتاع التحديث نفسه، وده خلاهم يقدروا يدخلوا على أنظمة حساسة جدا. وكمان حاجة تانية زي تغيير سجلات المرضى. تخيل إن في هاكر قدر يدخل على نظام مستشفى وغير في سجلات المرضى زي فصيلة الدم أو الأدوية اللي بياخدها. ده طبعا ممكن يؤدي لكوارث طبية وكمان وفاة المرضى. هنا اختراق التكاملية مش بس سرقة بيانات، لأ ده كمان تهديد مباشر لحياة الناس. دي أفضل النصايح عشان تقدر تحافظ على تكاملية بياناتك. أول حاجة وهي إنك دايما تتحقق من الهاش، ما تنزلش أي برنامج أو ملف مهم، لازم تتحقق من الهاش بتاعه الأول وتقارنه بالرقم اللي الموقع الرسمي مديهولك، لو زي بعض تمام، مش زي بعض يبقى خلاص. تاني حاجة وهي إنك تستخدم التوقيعات الرقمية، لو بتتعامل مع مستندات مهمة استخدم التوقيعات الرقمية عشان تضمن إنها سليمة ومحدش غير فيها. كمان إنك ما تديش أي حد صلاحيات تعديل على ملفات مش من اختصاصه، طبق مبدأ الصلاحيات الأقل، واعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة بشكل منتظم، واختبر النسخ ديت عشان تتأكد إنها سليمة وكمان تقدر ترجع لها وقت الحاجة. وآخر حاجة هي إنك تراقب سجلات التدقيق عشان تكتشف أي نشاط غير طبيعي أو محاولات تغيير في البيانات. وكمان إنك تستخدم أنظمة كشف التسلل، الأنظمة دي بتساعد في إنك تكتشف أي محاولات لتغيير البيانات أو كمان إن يكون في تلاعب في الأنظمة. بعد ما عرفنا ازاي نحافظ على اسرارنا السرية وكمان ازاي نتأكد ان بياناتنا سليمة ومحدش لعب فيها، جه الوقت نتكلم عن الضلع الثالث والاخير في مثلثنا السحري وهو التوافرية او الافيلابيليتي. تخيل كده ان عندك خزنة مليانة دهب ومحدش يقدر يفتحها غيرك، وكمان محدش يقدر يغير في الدهب اللي جواها. بس لو الخزنة دي اختفت او ما بقتش عارف توصلها من الاساس، يبقى انت كده كل اللي عملته ملوش اي لازمة. ودي بالظبط هي التوافرية، إنك ببساطة تضمن إن بياناتك وأنظمتك تكون دايما متاحة وشغالة لما تحتاجها في أي وقت، يعني مفيش حاجة توقف شغلك. التوافرية دي زي ما تكون عندك عربية وعايز تتأكد إنها دايما جاهزة وشغالة لما تحتاج تسافر بيها لأي مكان. ولكن في عالمنا الرقمي هنا التوافرية معناها إنك تقدر توصل لبياناتك ولخدماتك وكمان لتطبيقاتك في أي وقت ومن أي مكان ومن غير أي تعطيل أو توقف. لو حصل أي توقف يبقى كده في مشكلة في التوافرية. طب ليه التوافرية مهمة قوي كده؟ أول حاجة وهي عشان استمرارية الأعمال، الشركات بتعتمد على الأنظمة والبيانات عشان تشتغل. لو الأنظمة دي وقفت الشغل كله هيقف، وده ممكن يكلف الشركة ملايين الدولارات في الساعة الواحدة. تاني حاجة وهي الخدمات الحيوية، تخيل مستشفى نظامها وقع أو بنك خدماته توقفت، ده ممكن يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر. تالت حاجة وهي طبعا ثقة المستخدمين، لو موقع أو خدمة بتقع كتير معنى كده إن المستخدمين هيفقدوا الثقة فيها وهيروحوا يقدموا في خدمة تانية. رابع حاجة وهي السمعة، الشركات اللي بتتعرض لتوقف خدماتها بتخسر سمعتها في السوق. طب ازاي بقى بنحقق التوافرية أصلا؟ أول حاجة وهي عن طريق النسخ الاحتياطية وكمان استعادة البيانات. دي أهم حاجة لازم تكون عندك، لازم يكون عندك نسخ احتياطية لبياناتك وأنظمتك بشكل منتظم، عشان لو حصل أي كارثة زي هجوم رانسوم وير أو عطل في السيرفر تقدر ترجع البيانات دي بسرعة. تخليها كده زي ما يكون عندك قطع غيار للعربية بتاعتك عشان لو حاجة باظت تقدر تصلحها بسرعة. تخيل كده لو خدنا مثال عملي بسيط يوضح الدنيا، لو جهازك اتصاب مثلا وليكن بفيروس فدية وشفر كل ملفاتك، لو عندك نسخة احتياطية حديثة تقدر تمسح الجهاز كله وترجع ملفاتك تاني من النسخة الاحتياطية وكأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن طبعا لو مفيش أي نسخة احتياطية يبقى ملفاتك كده كلها ضاعت للأبد. تاني حاجة وهي التكرار والاحتياط، دي معناها إنك ما تعتمدش على مكون واحد بس، يعني لو عندك سيرفر مهم ما تخليش عندك سيرفر واحد، لأ خلي عندك اتنين أو تلاتة، لو واحد وقع التاني يشتغل مكانه على طول من غير ما حد يحس بأي حاجة. ده بيضمن إن الخدمة تفضل شغالة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، زي ما يكون عندك مولد كهرباء احتياطي عشان لو النور قطع المولد يشتغل. مواقع زي جوجل وفيسبوك عندها آلاف السيرفرات المتوزعة وكمان متوزعة في مراكز بيانات حول العالم مش في مكان واحد، عشان لو سيرفر وقع أو مركز بيانات حتى كامل وقع الخدمة برضه تفضل شغالة عادي لأن في سيرفرات تانية كتير شغالة وكمان متاحة. تالت حاجة وهي مراكز البيانات البديلة، دي بقى خطوة أبعد، لو حصلت كارثة طبيعية مثلا وليكن زي زلزال أو حريق ودمرت مركز بيانات بالكامل، لازم يكون عندك مركز بيانات تاني في مكان جغرافي مختلف في نسخة كاملة من بياناتك وأنظمتك عشان تقدر تشغل الخدمة من هناك. ده بيضمن استمرارية الأعمال حتى في أسوأ الظروف. رابع حاجة وهي الصيانة الدورية وكمان التحديثات،
لازم تعمل صيانة دورية للأنظمة والأجهزة وتحدث البرامج أول بأول، لأن ده بيقلل من فرص الأعطال وكمان الثغرات الأمنية اللي ممكن تؤدي لتوقف الخدمة. زي بالظبط ما بتعمل صيانة دورية للعربية بتاعتك عشان ما تتعطلش منك في الطريق. آخر حاجة وهي مراقبة الأداء. لازم تراقب أداء الأنظمة بتاعتك والسيرفرات بشكل مستمر. لو لقيت أي مؤشرات على إن الأداء بيقل أو في مشكلة، تقدر تتدخل بسرعة قبل ما الخدمة تتوقف تماما. خلينا ناخد مثال على اختراقات حصلت وأثرت على التوافرية بشكل ملحوظ. أول نوع من الهجمات وهو هجمات حجب الخدمة الديدوس أتاك. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن هجمات حجب الخدمة، وهي أشهر مثال على اختراق التوافرية، لأن الهاكرز بيغرقوا السيرفرات بطلبات وهمية عشان يوقعوها. في هجمة اتكلمنا عنها كانت مثال صارح على إن الهجمة واحدة بس زي هجمة الديدوس أتاك ممكن توقف خدمات عمالقة زي تويتر وسبوتيفاي لساعات طويلة. زي برضو ما حصل سنة 2017 حصل عطل فني كبير جدا في أحد مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيس، وهي كانت أكبر شركة خدمة سحابية في العالم. العطل ده أثر على آلاف المواقع والخدمات اللي بتعتمد على الخدمة دي، وده سبب توقف خدمات كتيرة جدا لساعات طويلة. وده كمان بيوريك إن حتى أكبر الشركات ممكن تتعرض لمشاكل في التوافرية، وأهمية إنك يكون مستعد لأي سيناريو. طبعا برضو مثال تاني وهي هجمات الرانسوم وير زي ما اتكلمت عنها من شوية. الرانسوم وير مش بس بيسرق بيانات، لا ده كمان بيضرب التوافرية، لأن ملفاتك لما تتشفر انت ما بتقدرش توصل لها، وده بيوقف شغلك تماما. لو شركة اتصابت برانسوم وير ممكن تتوقف عن العمل لأيام أو أسابيع لحد ما تقدر ترجع بياناتها. نصائح ذهبية عشان تقدر تحافظ على توفير بياناتك وكمان على أنظمتك. أول حاجة وهي إنك تخطط للنسخ الاحتياطية واللي كمان لاستعادة البيانات. اعمل خطة واضحة للنسخ الاحتياطية وحدد إيه البيانات اللي هتعملها نسخة احتياطية، وكمان هتعملها فين وهتعملها كل قد إيه، وكمان إزاي هترجعها لو حصلت أي مشكلة، وتختبر الخطة دي بشكل دوري. تاني حاجة وهي إنك تستخدم التكرار والاحتياط. لو عندك أنظمة أو خدمات مهمة ما تعتمدش على مكون واحد بس، استخدم أكتر من سيرفر وأكتر من راوتر وكمان أكتر من مزود خدمة إنترنت. تالت حاجة وهي خطط للكوارث. لو عندك شركة لازم يكون عندك خطة واضحة جدا للتعامل مع الكوارث الكبرى، وكمان ازاي تشتغل خدماتك من مكان بديل. بعد كده انك تراقب انظمتك. لازم تستخدم ادوات مراقبة الاداء عشان تكتشف اي مشاكل بدري قبل ما تتفاقم. بعد كده يجي دور تحدث البرامج والاجهزة. الصيانة الدورية والتحديثات بتضمن ان انظمتك تفضل شغالة بكفاءة. آخر حاجة وهي إنك تستخدم خدمات سحابية موثوقة. لو بتعتمد على خدمات سحابية لازم تختار مزود خدمة موثوق فيه ويكون عنده خطط قوية للتوفيرية وكمان لاستمرارية الأعمال. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة عشان ما يكونش طويل، واستنونا في الجزء التاني. ولو وصلت لحد هنا اعمل لايك وفولو عشان فيديوهات جاية. سلام.